والله عشان اسعدك يا وين وينك يا بطيء يا غايب علي. يا اختي بالراحه شويه على الميه، ابوكي يتصرف من فاتوره الشهر اللي فات. بقى عايزاني اخرج وامشي في الشارع وريحتي سمنه وفانيليا والضيق باين على جسمي. يا عبيطه لازم تفهمي ان الخروج ده ليه اصول. وانتي بقى خارجه تشتري سكر ولا تستعرضي نفسك وانتي ماشيه في الشارع؟ عيب كده تغريده تلمي. العيب العيب انك تخرجي لوحدك وما تاخدينيش معاكي. فيها ايه يعني لما اجي معاكي؟ عاوز تخرجي لوحدك ليه يا نواره؟ ليه؟ وخزان الميه اللي فضيتيه وانتي بتستحمي، والمرايه يا اختي اللي قاعده قدامها وعماله تظبطي الشعرايه جنب الشعرايه. ويا عالم هتلبسي ايه وانتي نازله؟ اوعي تقربي جنب اي هدمه من هدومي. من هنا ورايح كل واحده تلبس هدوم. تغريد. نعم. انت يا حبيبتي لما بتيجي تخرجي بقول لك اجي معاكي؟ لا خلاص زي ما بعمل معاكي اعملي معايا. ايوه بس انتي لو قلتي لي عاوزه اخرج معاكي انا مش هقول لك لا. اديني الصبر يا رب. يا عبيطه اختين حلوين زي انا وانتي كده لما يخرجوا مع بعض الناس هتتلخبط بينهم وهيوقفوا حال بعض. وعلى رأي المثل كل فولة وليها كيال. ليه نخلي صاحب النصيب يقول يا دي يا دي؟ ايوه كده اظهري على حقيقتك. اوعي تفتكري ان في عريس هيجي يدق علينا الباب واحنا جوه البيت ده. ما بنخرجش منه الا بالاذن. ده حتى عساكر الجيش اذوناتهم اكتر. هو الجميل ملوش في الكورة ولا ايه؟ ملوش. يبقى بيحب يمشي يتعايق والجو رايق وحماده الزيت سايق. طب ما تيجي اخدك ورايا على الفيس بقى ونمشي على سرعة حماده. يا باشمهندس. ازيك يا حماده عامل ايه؟ صباح الفل الحمد لله. هو انت قلت لها ايه؟ لا يا باشمهندس، هو انت مباحث المعاكسات ولا ايه؟ لا انا بس الحركه عجبتني. انا قلت لها اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله جميل يحب كل جميل سبحانه وتعالى. وانت تعرفها بقى يا حماده؟ وانا يعني لو كنت اعرفها كنت استجري اقرب منها ولا اقول لها نص كلمه. صح. وهي قالت لك ايه بقى؟ لا يا باشمهندس، انا زي ما بقول لك الحركه عجبتني. وانا بعمل كده. هي هي اتخضت فانبهرت فتبسمت. ما هم كلهم بيبتسموا. انت وراك حاجه؟ ما تيجي تقعد معايا شويه؟ حتى لو ورايا يا باشمهندس في ايه؟ تشرب شاي؟ اشرب ازوزه انا. ده انا اجيب لك سبورت. ربنا يبارك. شكلنا احنا الاثنين كده ملناش في الكوره. روح لحالك يا ابني بتاع الطعميه. الله، يبقى انت عارفاني بقى وعينك عليا. بقول لك ايه، انا سكت لك اول مره، ما تحترم نفسك. مش قادر احترمها. نعم. طب ما تيجي ناخد بعضنا ونروح اي مكان ونعمل عزومه حلوه كده باي تمن تحبيه. يا نهارك اسود ومنيل. سلام. ماشي عشان انا لوحدي. ايه اللي جرى يا بنت الاصول؟ مش انت بنت ربيع الحلواني برضه؟ اصل ده عيل قليل الادب. يا قليل الادب. بس يا باشمهندس. احنا الغلط ركبنا من فوق لتحت. بنتك ما غلطتش يا راجل، يعني بلاش تخرج. اسأليها كان شكلها ايه وهي خارجة يا ام البنات؟ كانت ماشية في الشارع ازاي؟ انا كنت ماشية محترمة وزي الالف، ولا بتهز ولا بتمايل يابا. انما اعمل ايه بقى قدام السفالة وقلة الادب؟ اشمعنى انت دونا عن خلق الله؟
اللي قل ادبه عليك وعكسك. عشان انا لوحدي اللي كنت ماشيه في الشارع. وبقيت خلق الله راحوا فين؟ ماتوا؟ لا يابا ما ماتوش، بس كل الناس كانت بتتفرج على الماتش. قلت لي خديني معاكي، قلتي لا. ايوه عشان تبقى المصيبه مصيبتين. من النهارده مفيش خروج. جرى يا ربيع، البنت ذنبها ايه؟ ما تروح تشوف الواد الصايع ده مين ابوه مين اهله وخد حق بنتك. اساليها اذا كانت تعرف هو مين. حماده بن الزايد بتاع الطعميه. وعرفت منين ان هو ابن الزايد يا بنت؟ جرى يابا، انت ناسي ولا ايه؟ احنا مش زباين عند ابوه واغلب الايام بناكل من عنده. لا حول ولا قوه الا بالله. الزايد ده راجل بايخ، والولد ده ابنه الحيله، والفلوس خلته يصلب طوله على الناس ومش هيقبل كلام. يا سلام، ما انت كمان ابنك حيله بس محترم. ابنك خايب. محدش فيكم يقول لعاطف على الحكايه دي. عاطف لو عرف مش هيسكت، واصحابه بتوع الكوره دول مفيش اكتر منهم. عندك حق يا بنتي. يوه، جرالكوا ايه؟ المندبه دي ليه؟ لزومها ايه؟ عايزه افهم. الكلام ده لما كنتش اخدت حقي، انما ده انا فرجت عليه الشارع. ما هو الناس اللي كانوا في الشارع دول بقى يا فالحه هم اللي هيقولوا لاخوكي. مفيش حاجه بتستخبى يا نواره.